أولا لم يجري أي بحث عقلي مع المعتزلة في سائر ما مضى حتى نرد عليه أصلا. ولم يأتي معتزلي ويأتي بكلام يعارض فيه بعدما نقول، لكي نقول بأنه نتكلم ولم نرد عليه ولم نناقشه. هذا أولا. ثانيا أنه لو وجد المعتزلة ما تكلم مثل هذا. هذه الصراحة أن هؤلاء أصلا أرباب عقول، اتفقنا معهم أو اختلفنا معهم، هم صناع المعرفة. هل أخطأوا هل أصابوا، هذه مسألة سنبينها في موضعها. لكن هل يمكن أن نقول بأنهم عقول بسيطة وأنه يمكن أن تستحوذ عليها وأنه يمكن أن تقبض أن تخنقها بدون أن تستطيع أن تتحرك في مساحاتها؟ فهذا لا سبيل إليه. نعم، فيهم جرأة زائدة إلى درجة التقزز فيما يتعلق بالله، وهو شيء مستقذر في حق فيما يفعلونه بربهم وفيما يقولونه في الله تعالى. وهذا شيء منكر، وهذا شيء مستهجن. ولكن لم يجري أي نقاش عقلي حتى نقول بأنه ظهر لنا شيء مع المعتزلة وتجنبنا قوله. هذا ما يتعلق بهذا الأمر مع استبدال هذه العبارات.